وانا صغير كانت حياتي كلها كوره بس. يومي كان عباره عن طوبتين بيتحطوا في شارع ما فيهوش اي حد بيزعق ولا بيرش ميه ونلعب بقى. المهم ان لما كان اي حد يمسك الكوره في رجله كتير ويأنن ويقعد بقى يرقص الفرقه ويرقص التراب ويرقص اللي بيتفرجوا كمان، كنت تلقائي كده تقول له يا عم باظي بقى انت هتعمل لي فيها مارادونا. وبدات الجمله دي تتكرر كتير قوي، وده شدني وخلاني احاول اعرف هو مين مارادونا ده اللي بيتضرب بيه المثل في الترقيص والكباري والكره الحلوه. ومن هنا بدات حكايه عشق المارادونا، وبدات بقى اجيب له ماتشاته القديمه واتفرج عليها، اجيب اي لقاء قديم واسمعه، واتفرج على افلام وثائقيه ليه عشان اعرف عنه كل حاجه. والمعروف للجميع ان مارادونا بطل كوره بسبب المخدرات، لكن ديفيد يالوب مؤلف كتاب هاو زي ستول ذا جيم كيف سرقوا اللعبه كان ليه راي تاني وبيقول ان مارادونا اتعمل عليه مؤامره من رؤساء اتحادات ومن رؤساء وزراء دول كبيره عشان بس يتجنبوا ان هم يقابلوا مارادونا في كاس العالم، وان اصلا مارادونا ما كانش مدمن. اللي قدامكم بيبكي ده مارادونا بعد ما خسر مونديال 90 قدام ألمانيا. مارادونا على حد كلامه كان بيعيط بسبب الظلم اللي تعرضت له الأرجنتين في البطولة دي، وإن الفيفا وقفت قدام الأرجنتين لأن الفيفا ما عطتش إعفاء للناس اللي موقوفة من الأرجنتين في الماتشات اللي فاتت عشان يلعبوا النهائي، وإن كان في تعنت واضح جدا من الحكم المكسيكي اللي طرد 2 لعيبة من الأرجنتين في الماتش النهائي، وإنه كمان حسب بلل لألمانيا كان مشكوك في صحتها، وإن من الآخر كده إحنا عايزين حكام من الصين عشان الفيفا كانت جايبة الحكم ده مخصوص تقريبا عشان يخسر الارجنتين. الكلام ده اللي قاله مارادونا. كل الحاجات دي خلت مارادونا يبكي بالشكل الجنوني اللي انتوا شفتوه في اول الحلقه ده، وكمان ما يسلمش على رئيس الفيفا في الوقت ده واللي كان البرازيلي جواو هافيلانج، لان مارادونا اعتبره هو المسؤول الاول والرئيسي عن خساره الارجنتين لكاس العالم. وهنا بقى اتخلقت اول عداوه كبيره بين رئيس الفيفا البرازيلي جواو هافيلانج وبين الاسطوره دييجو ارماندو مارادونا. وفي نفس البطوله وخاصه في نص النهائي وقعت الارجنتين بقياده مارادونا قدام ايطاليا، ويشاء القدر بقى ان الماتش يتلعب في مدينه نابولي اللي كان رمزها وصانع مجدها الكروي واللي حطها على الخريطه مارادونا نجم الارجنتين. وساعتها مارادونا قال جمهور نابولي عارف هو هيشجع مين كويس جدا. وطبعا مارادونا بقى قعد يتكلم ويقول ان قد ايه نابولي مظلومه من اهل الشمال شبه ميلانو وروما، وقد ايه ايطاليا بتعتبر نابولي اصلا مش موجوده في ايطاليا. طبعا التصريح ده استفز الطليان جدا واعتبروه تدخل في شؤون البلد، وبالتالي معظم الجمهور الايطالي حرق علم الارجنتين وصفر على مارادونا في الماتش. وعلى الجنب الثاني طبعا كان في مشجعين طليان وخاصه من مدينه نابولي كانوا بيشجعوا الارجنتين لاجل عيون مارادونا. وفي الاخر الارجنتين كسبت ايطاليا صاحبه الارض بضربات الجزاء وطلعتها من البطوله. عشان يطلع مارادونا من البطوله دي ليه عدوين، العدو الاول هو البرازيلي جواو هافيلينج رئيس الفيفا، والعدو الثاني شريحه كبيره من الجمهور الايطالي. خلينا نتكلم بصراحه، ولازم نقول ان رئيس نابولي وايطاليا كلها كانت عارفه ان مارادونا بيضرب كوكايين، بس كانوا عاملين نفسهم مش واخدين بالهم عشان الراجل ده كان نجم ومدي للكره الايطاليه لون وطعم، لحد ما الجمهور الايطالي حط مارادونا في دماغه بعد التصريحات دي. واللي زاد الطينه بله كمان ان هو سبب من اسباب خروجهم من المونديال في ارضهم وسط جمهورهم. وفعلا في سنه 1991 بدأ الانتقام، والطليان عملوا ملف شمال الشمال لمارادونا وكشفوا فيه بقى ان مارادونا بيتهرب من الضرايب وكمان بياخد كوكايين ومواد مخدره محظوره. ومن بعدها مارادونا اتوقف لمده 18 شهر وبطلوه كوره ومشوه من ايطاليا خالص عشان يرجع الارجنتين ويحاول يرجع يلعب تاني، لكنه بيتمسك في سهره بمواد مخدره وكوكايين تاني. وساعتها بقى مارادونا اتشطب واتوقف عن ممارسه الكره نهائي، ودي بقى كانت النهايه الاولى لمارادونا. وكله قال لك خلاص مارادونا صاحب ال 32 سنه اعتزل الكره نهائي. لكن في تصفيات مونديال 94 لعبت الارجنتين لاول مره من غير مارادونا، ورغم ان الارجنتين كان فيها نجوم كبيره الا ان الفريق كان شكله وحش جدا ويقرف من غير مارادونا، لدرجه ان هم خسروا من كولومبيا في التصفيات 5-0 في ارض الارجنتين وسط جمهورها. وفي الفتره دي بقى امريكا كانت بتستعد لاستضافه مونديال 94 لاول مره في تاريخهم، وكان المشرف على الملف الامريكي لتنظيم البطوله وهو وزير الخارجيه الاسبق والمشهور هنري كاسينجر ورئيس الاتحاد الامريكي قابلوا رئيس الفيفا ساعتها البرازيلي جواو هافيلينج وقالوا له من الاخر احنا عايزين نجم كبير قوي في البطوله دي لان الجمهور الامريكي بيحب النجوم، وعشان نجذب الجمهور الامريكي للكوره وندخل الكوره امريكا اصلا جبنا لهم ساعتها اشهر نجوم الدنيا
زي كرويف وبيليه وايزيبيو وغيرهم كتير. فاحنا بقى محتاجين نجم كبير قوي عشان يجذب العيون لينا والامريكان يبقوا مبسوطين وهم بيتفرجوا. هافلينج قال له يا عم وانت مجنون ولا ايه؟ ده انت عندك في البطوله دي عتاوله ونجوم الدنيا زي روماريو وبيبيتو وجلينزمان وكمان روبرتو باجيو وغيرهم كتير. كاسنجر كان متابع الكوره لكنه بص له وضحك له، قال له لا مؤاخذه يا صاحبي، هو مين دول؟ الجمهور الامريكي ما يعرفش الناس دي. كاسنجر قال له يا عم احنا عايزين ميجا ستار يتناسب مع الجمهور الامريكي اللي ما يعرفش كتير عن الكوره، فاحنا عايزين بقى نعرفه اكتر ونحببه اكتر في الكوره، فمحتاجين نجيب لعيب بيكلم الكوره. كاسنجر قال له بص من الاخر وسكه ودغري احنا عايزين مارادونا. هافلينج طبعا بيكره مارادونا وحاول يتوه، فقال له مارادونا مين يا عم؟ ده مبطل كوره بقاله سنه واعتزل. مارادونا انتهى يا ريس، ده مارادونا حتى اتمسك بقضايا مخدرات وكوكايين فمستحيل يلعب كوره تاني يعني. هافلينج بقى في موقف لا يحسد عليه لان ده يعتبر امر من امريكا ولو راجل ما تنفذش. وبيقال ان بعد الاجتماع ده هافلينج رئيس الفيفا كلم رئيس الاتحاد الارجنتيني وقال له احنا عايزين مارادونا يلعب مع الارجنتين في المونديال ده ضروري. وفعلا ساعتها رئيس الاتحاد الارجنتيني استدعى مارادونا وكمان استدعى معاه رئيس الطب الرياضي في الارجنتين وكمان استدعى مدرب اللياقه الخاص بمارادونا وقعدوا في اجتماع سري. رئيس الاتحاد الارجنتيني قال لمارادونا احنا عندنا اوامر انك لازم تلعب في كاس العالم ده، انت مستعد؟ مارادونا ساعتها كان شبه البالونه كده وكرشه مدلدل وكان زايد بتاع 20 كيلو. مارادونا قال له والله ده انا نفسي العب بس بالمنظر ده انا مش هقدر العب ولا هقدر ارجع حتى. ساعتها بقى رئيس الطب الرياضي في الارجنتين اتدخل في الحوار وقال له انا مستعد ادرب مارادونا واعمل له معسكر خاص في كوبا وكمان اجيب له اخصائي للتغذيه وللتخسيس وهنعمل له برنامج قاسي قوي من التدريب والتغذيه، بس هنستعمل بعض الادويه اللي هتساعد مارادونا انه يخس ومن بينها الايفيدرين اللي كان ساعتها ممنوع لانه كان يعتبر ماده منشطه. وساعتها رئيس الاتحاد الارجنتيني رفع سماعه التليفون على هافلينج وقال له ان مارادونا جاهز لكاس العالم لكن بشرط واحد بس، انه هيتعاطى بعض الادويه المحظوره عشان تساعده انه يخس بسرعه. فتوعدني بقى يا هافلينج انك مش هتعمل اختبارات منشطات لمارادونا في المونديال وتمشي الدنيا. هافلينج ساعتها قال له اوعدك ومفيش اي اختبارات هتحصل. المهم بدا المعسكر في كوبا ومارادونا استعد ووصل لفورمه كويسه جدا وظهر في مونديال امريكا 94 بشكل وجسم مثالي جدا جدا. وكان المنتخب الارجنتيني وقتها يعتبر هو افضل منتخب للارجنتين في تاريخها لان المنتخب ده كان فيه باتيستوتا واورتيجا وكاليخا ودييجو سيميوني كمان ونجوم كتير قوي بالاضافه كمان لمارادونا بعد ما بقى فورمه. وفعلا الارجنتين بدات البطوله زي الصاروخ، كسبوا اليونان 4، مارادونا ساعتها جاب جول وصنع جول وبعد كده راحت جايه هبده نيجيريا 2-1 وضمنوا الصعود للدور الثاني. ركز معايا قوي قوي بقى. بيقال ان في اجتماع مغلق حصل بين رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس الفيفا في جناح خاص بلاعب برازيلي شهير، ورئيس الاتحاد البرازيلي جابها له على المفتشر كده قال له يا عم هافلينج وانت رئيس للاتحاد البرازيلي، البرازيل ساعتها خدت 3 كاس عالم، دلوقتي انت رئيس للفيفا والبرازيل مش عارفه تاخد كاس العالم ودي اصلا اخر دوره ليك، ففرصه حلوه ان البرازيل تاخد كاس العالم ولا انت شايف ايه؟ قال له والله دي فرصه حلوه بس المشكله ان الارجنتين هتقع قدام البرازيل يا اما في نص النهائي يا اما في النهائي. وبصراحه بشكل الارجنتين ده وباللعيبه الجامده دي وبمارادونا ده فاكيد هيكسبوا البرازيل. بيقال بقى ان هافلينج قال للمساعدين بتوعه اننا وعدنا ونفذنا للامريكان اللي هم عايزينه ورجعنا مارادونا ولعبناه كاس العالم ولعبناه ماتشين كمان، فحلو قوي على امريكا كده. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نوقع الارجنتين ونوقع مارادونا عشان يبقى الطريق سالك للبرازيل. وفعلا عملوا حركه خيانه كبيره جدا وعملوا لمارادونا كشف منشطات، وحصلت حاجه اول مره تحصل في التاريخ وما حصلتش لحد الان اصلا، ان الممرضه تنزل بنفسها للملعب وتمسك مارادونا من ايده وتاخده عشان تعمل له فحص منشطات. كان مشهد غريب جدا وما كانش باين على وش مارادونا اي خوف، بالعكس ده كان مبسوط جدا وبيضحك زي الطفل وماشي مع الممرضه وبيهزر معاها والدنيا حلوه لانه كان مفكر اللي بيحصل ده تمثيليه وان ده اختبار فيشتك وصوره كده. وطبعا مارادونا كان مطمن عشان الوعد اللي اتوعده قبل البطوله، لكن المفاجاه بقى ان الفيفا اعلنت في نفس اليوم ان العينه بتاعت مارادونا ايجابيه وان فعلا مارادونا تعاطى منشطات وعقاقير ممنوعه. والفيفا
امرت بشطب مارادونا وخروجه من البطوله. الطبيعي ان الارجنتين ورئيس الاتحاد الارجنتيني ياخدوا موقف قوي او حتى يهدد ان هم هينسحبوا من البطوله، لكن اللي حصل ان جراندونا رئيس الاتحاد الارجنتيني ما فتحش بقه، وده ان دل على حاجه يدل على انه كان عارف كل حاجه وكان مظبط الدنيا مع هافلينج وكان عارف اللي هيحصل. وفي نفس اليوم مارادونا عمل مؤتمر صحفي كبير، واللي قاله مارادونا في المؤتمر ده يوضح لك الصورة كاملة جدا. مارادونا كان بيبكي وقتها وهو بيتكلم وبيقول ان في اليوم ده رجله اتقطعت وان دي نهايته كلاعب كورة وانهم خانوه وغدروا بيه ونقضوا العهد معاه. بص انا والله مش بدافع عن مارادونا عشان بحبه او عشان معلق صورته ورايا، لكن ايه اللي يخلي مارادونا يجيب سيرة الخيانة ويقصد بيها ايه العهد اللي اتنقض ده؟ فده معناه ان هو فعلا كان واخد وعد بحاجه، والوعد ده اللي انا وضحته في الحلقه على مسؤوليه الكاتب وكتابه، ان الفيفا ما تعملش لمارادونا اختبار للمنشطات وللعقاقير المحظوره اللي كان بياخدها عشان تساعده انه يخس ويلحق كاس العالم زي ما امريكا طلبت. فمعنى كلامه ان الوعد ما تنفذش واصبح خارج كاس العالم وانتهت مسيرته كلاعب. ومن بعد ما مارادونا اترحل من البطوله الارجنتين خسرت من بلغاريا في الدور الاول، وكمان خسرت في الدور الثاني قدام رومانيا 2-1 وودعت البطوله. للعلم مارادونا اتسأل عن الموضوع ده في اكتر من لقاء صحفي، لكنه كان بيتهرب منه وكان بيضحك، وده بيوضح فعلا ان الحوار ده صحيح وحصل. بمناسبه النهايات بقى، وان ده كمان اخر كاس عالم لميسي، تفتكر ان الارجنتين هتعملها وتاخد كاس العالم قطر 2022؟ استنى اجاباتكم في الكومنتات تحت، وكمان هستنى رايكم في الحلقه. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.